تمام. وبعدين ربنا سمع يخليك. الامام الليث بن سعد فراح عن طريق العراق وجه هنا. كان سيدنا الامام الشافعي، الامام الليث كان توفى رحمه الله عليه. تمام. الكلام ده ما حافظوش على العلم بتاعه. سيدنا الامام الشافعي قعد في مصر هنا وطبعا السيده نفيس صلت عليه بعد ما توفى. السيده نفيسه. وكان يحسن الوضوء. المشهد كانت يحسن الوضوء. بيحسن الوضوء. تمام. عشان كده ايه السبب بقى اللي عمل المقام بقى بتاعه هنا؟ ايه السبب؟ توفى هنا. هو توفى في المكان ده. توفى هنا. تمام. عشان كده هو. طب ايه الناس اللي حواليه بقى؟ انا عايزه اعرف ايه مين عبد الله؟ مين مقام عبد الله ده؟ ده تقريبا هو ده مكانه بتاعه. ده مكان عبد الله بن الحكم. هو اللي جاب سيدنا الامام الشافعي هنا. هو اللي جابه هنا؟ تلميذ الامام الشافعي. طب ايه علاقه برضه الضريح بتاع الملكه شمس؟ الملكه شمس وصت انها تدفن هنا في عصر صلاح الدين الايوبي. الملكه وصت ان هي. ايوه. ايه علاقتها بيه؟ انا عايزه اعرف ايه علاقتها بيه. ما عصرتش سيدنا الامام الشافعي. لما جه صلاح الدين الايوبي تمام. ده يقال ان هي اخته او مراته. فلما توفت هنا هو قالوا ان هي تقريبا اخته. اخت صلاح الدين الايوبي. هو اللي جدد المقام. هو اللي جدد المقام كله. طب تمام. وده مين السلطان؟ وسيدنا النبي اقول لك على حاجه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام عصر الجمعه حتى صباح السبت. سيدنا الامام الشافعي. تمام. سيدنا النبي بيحضر مقام سيدنا الامام الشافعي عصر الجمعه حتى صباح السبت. ما شاء الله. ربنا يفتح عليك. انت جميل. حضرتك اسمك ايه؟ انا خدامك محمد. ما شاء الله. ربنا يبارك فيك. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. ميرسي جدا لذوقك. ربنا يبارك فيك يا رب. ميرسي جدا. ربنا يبارك لك يا رب. كلك ذوق. بصوا المكان حلو قوي وروحانيته اكتر من رائعه. اكتر من رائع. بصوا المقامات حلوه قوي والمكان حلو جدا جدا. جماعه بجد اللي عايز نفسيته ترتاح